السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كده الفيديو ببركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض الدونتس القمر ده. هش جدا، طعمه حلو وبطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة كتير. ومش شارب زيت خالص. بصي هيعجبك اوي وهيعجب ولادك جدا ان شاء الله. هنيجي كده مع المقادير. بصوا هنا كوبايتين 3 الا ربع دقيق، 325 جرام بيضة، نص معلقة بودر، 5 جرام خميرة، 150 جرام لبن اللي هما كوباية الا ربع. ننزل كده بالخميرة على اللبن على البيضة ونقلب نقلب نقلب وننزل بالدقيق بالتدريج كده. هما كوبايتين ونص او 3 الا ربع، 325 جرام حسب نوع الدقيق بتاعك. لو لقيتيها بتلزق زودي معلقة، ممكن يوصل معاكي 350 لو هتحتاجي تزودي دقيق يعني. نقلب كده يبقى بيضة، 150 جرام لبن، كوباية الا ربع، ديت نص معلقة بودر، ومعلقة زيت، وحطيت معلقة خل ورشة ملح. دي معلقة الزيت المفروض كنت حاططها مع اللبن والخميرة وكده بس نسيت بصراحة. هحطها هنا. كنت ناسية اطلع الزيت ده، طلعتها فكت بقى، المفروض كانت تبقى لينة يعني، بس جبت سيحتها كده، هي معلقة كبيرة كده. هفضل اعجن اعجن لحد ما توصل معايا بقوام طري جدا وما بتلزقش، تكون طرية وما بتلزقش. تمام زي ما انتم شايفين اعجن كده اعجن. عايزه تضعفي المقدار براحتك. تمام. يبقى 325 جرام دي اللي هم 3 الا ربع، 5 جرام خميره اللي هي معلقه صغيره، نص معلقه بودر، بيضه، 150 جرام لبن، 100 كوبايه الا ربع. عجنت كده كله مع بعضه وسبتها ترتاح من 30 دقيقه ل 45 دقيقه. لو وصلتوا معايا لهنا متنسوش تحطوا لايك وفعلوا الجرس كمان وكومنت حلو منكم. هنجيب العجينه هنا بعد ما اختمرت كده. هقسمها نصين، كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حلوه قوي في اعياد الميلاد، جميله بصراحه. ممكن تعمليها لولادك في المدرسه، بس متحطيش عليها اللي هو صوص الشوكولاته دوت، تكوني حشيها لهم بس عشان ما تبهدلهمش وكده. ممكن تحشيها لو هم كبار وفاهمين وواعيين يعني عادي. هنجيب هنا بعد ما قسمت العجينه نصين، هجيب كده النص كده وافرده. سهله، ولا بقى نجيب قطاعه ونقطع ونفرد، يعني طريقه سهله خالص وشكل يعني مش تقليدي للدونتس. تمام. هنفرد كده هنفردها كده لحد ما توصل معايا للسمك اللي انتوا شفتوه دوت. بصوا مش كبير قوي. هنجيب القطاعه كده ونقطعها زي ما بنقطع البيتزا. تمام. هنقطعها كده زي ما انتم شايفين. بصوا السمك بتاعها. هنجيب الجزء التاني كده برضو واعمل فيه نفس الخطوات اللي عملتها في الجزء الاول. هبططها كده وافردها بالمشابة او المبينة او العجلة او بايديكي كده زي ما انتم شايفين. هقطعها كده بقطعة البيتزا كده زي ما بتقطعي البيتزا مثلثات كده، نفس الطريقة، سهلة وبسيطة، ولا قطاعة بقى ولا تقطعي وتفردي والكلام ده، بسيطة جدا تمام. وطعمها حلو قوي. كل واحد ياخد قطعة مثلثة كده وخلاص. هسيبها برضو ترتاح من 40 دقيقة ل 35 دقيقة. بعد ما اختمرت كده ورفعت كده معايا، جبت زيت على نار وسط يكون دافي كده، وانزل بقى بالدوناتس بتاعي. بصوا اختمرت شوية وارتفعت. هبدأ اقلب فيه، هنحمره كده. انا بغطي كده بس ان انا اضمن ان هو استوى، يعني ما يكون البخار يسوي العجينة من جوه وما بياخدش كتير. يعني ممكن اكون كمان انا كنت بغيب عليه ما بقلبهوش على طول، او ببقى سهيانه في حاجه تانية او كده، بس هو ما بياخدش كتير. بصوا شايفين النار اهيت، ما بعليش على نار هاديه عشان يكون مستوي معاكي، ما بيشربش زيت. العجينه ناجحه جدا يعني، مش شاربه زيت ولا اي حاجه. جربيها ان شاء الله تعجبك. 325 جرام دقيق، 150 ملي لبن، نص معلقه بودر، بيضه. تمام. معلقه زبده، معلقه زيت، معلقه خل، رشه ملح. تاني بس.
كله على بعض. بصوا شايفين لونها تحفه وهشه وجميله خالص. هنحمر المقدار كله مع بعض كده. بصوا اللون، هي المفروض ما كانتش تاخد مني اللون اللي هو الغامق دوت، بس انا كنت ببقى بعمل حاجات تانية وكده فبرجع اقلب كده. بس طعمها يعني لو زادت اللون عن كده او ممكن طعمها ما يبقاش احسن حاجه، مبيبقاش حلو. بس كان طعمها مش متغير ولا كانها محروقه، لا متحمصه شويه بس كان طعمها حلو. بس متخليهاش تاخد لون اغمق عن كده. تمام، هنخلص كل الكميه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا خلصت كل الكميه اهي. بصوا تحفه والله العظيم. بصوا ممكن يطلع يعني في اللحظه دي عايزه تحشيها حاجه، رش عليها سكر بودره هيبقى طعمها حلو. تمام، عايزه تحشيها في الحشوات بقى بخرمها كده، تحشي نوتيلا بقى، تحشي صوص شوكولاته، مربى، اي حاجه. انا عملت كريمه اللي هو كريم شانتيه. ضربت كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه على كوبايه كريم باستري، ومعلقتين سكر بودره تقريبا، وميه ساقعه تكون ساقعه متلجه. عايزه الكريمه تكون متماسكه معاكي لازم الميه تكون متلجه. بس انا حطيت ميه ولبن. تمام، هنا بقى تضحكي على الاطفال في الحاجات اللي هم ما بيحبوش يشربوها. يعني لو في عندك طفل ما بيحبش اللبن، حاولي تدخليه اللبن في المعجنات، في الحشوه، في الكلام دوت، ان هو يقدر يستفاد. ضربت الكريمه هنا بس على كريم شانتيه، وكنت بسيح شوكولاته على بخار ميه. حشيت حشوه الحشوه كده زي ما انتم شايفين كده، وهغطس الدونت من الوش في الجناش بتاع الشوكولاته دوت. هيسيح شوكولاته على بخار ميه بمعلقه زيت، وهغطس بقى. والتزويق ده بتاعك انتي. حطيت شوكليت شيبس كده من فوق، كريسبي، فرماسيل، اي حاجه بقى، سبرينجل صغير كده اللي هو الملون دوت. بصوا يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. بصوا والله العظيم كانت هشه جدا ومش شاربه زيت ولا اي حاجه. بصوا هشه خالص خالص خالص. بصوا يعني ولا معجنه ولا اي حاجه. هضغطوا عليها كده يعني هترد تاني، يعني هترجع تاني لقوامها. بصوا هشه بقطعها قدامكم اهيت، ولا شاربه زيت ولا معجنه ولا اي حاجه. يمكن انا كمان استعجلت عليها، كانت لسه دافيه، حشيت الكريمه وسبتها تبرد. مع السلامه.